اللي مش متابع اخبار الاهلي النهارده وامبارح حصل اخبار في الاهلي او حصل شويه حاجات في الاهلي، في بعض اللعيبه اتصابت وبعض اللعيبه دخلت وبعض اللعيبه الاهلي. يا جماعه ما تقفلش الفيديو عشان اقول لك اللي حصل امبارح. هتلاقي كان في ماتش ودي بين الاهلي وفريق اسباني، وبالعامل اتصاب وجاله رباط صليبي وهيغيب من 9 شهور. يعني الموسم راح عليه. الاهلي عمل ايه بقى؟ الاهلي شاله بره القايمه. اللعيبه الاجانب اللي كان بعيد الاهلي اشرف داري، اشرف بن شرقي، منصف بكرار، سفيان بن جديده وبالعمري. بالعمري خلاص اتصاب. طب احنا كده في لعيب ناقص، لازم نستفيد بلعيب. احنا عندنا لعيب عمال نوديه ونجيبه ونوديه ونجيبه، لعيب مغربي كده اسمه رضا سليم. الاهلي قال له تعالى يا رضا انت هتتقعد معانا في القائمه الافريقيه، ما احنا نستفيد بيك، احنا كده هيكون في مكان فاضي لغايه نشوف في يناير. ربنا يسهل بقى وهنشوف ايه اللي هيحصل في يناير. حلو. طب عندنا مشكله في ناحيه الشمال، مين يلعب ناحيه الشمال؟ ما هو الراجل بالعمل اتصاب. قال لك تعالى بقى هنجيب مين؟ توفيق محمد. توفيق محمد لاعب بتروجيت الباك شمال بتروجيت، لعيب كويس، ولكن مش هنحكم عليه غير لما يلعب في الاهلي. اي لعيب ما تحكمش عليه غير لما يلعب في الاهلي. يعني لعيب كويس تشوف هيلعب في الاهلي والزمالك هيلعب ازاي، الانديه الكبيره دي تحكم عليه. فالاهلي جاب توفيق محمد لاعب بتروجيت النهارده خلاص رسمي ب 32 مليون جنيه على قسطين و10 مليون جنيه امتيازات و15% اعاده بيع. باك الشمال سكه الاهلي. قال لك لا، هنجيب مين؟ محمود صلاح. محمود صلاح ده برضه ممكن يلعب 8 وممكن يلعب 9 العاب مكان امام عاشور، عشان ما يضمنش امام عاشور. انت عارفين مخ قد كده امام عاشور. جابوا بكام النهارده الاهلي المحله؟ جابوا ب 35 مليون جنيه على قسطين برضه و10 مليون جنيه امتيازات زائد 25% نسبه اعاده البيع لمحمود صلاح. غير ان الاهلي امبارح دعم صفوف خط النص وعاد تاني الى الاهلي اكرم توفيق لاعب الاهلي لمده 3 مواسم ب 75 مليون جنيه 3 مواسم زائد 30 مليون جنيه امتيازات. هو ده اللي كان عايزه اكرم توفيق السنه اللي فاتت، ولكن سياسه غريبه. ولكن انا شايف الاهلي ماشي على الطريق الصحيح. الاهلي كان عايز يخلص محمد عبد الله اللاعب انبي، ولكن في اتجاه دلوقتي خلاص بعد ما تعاقدوا النهارده مع توفيق محمد ومحمود صلاح في اتجاه لتاجيل صفقه محمد عبد الله. خدها مني، انا كانت اهم صفقه عندي محمد عبد الله. لعيب كوره حكايه، لعيب الله اكبر عليه على سنه وسرعته وجسمه ولياقته وكل حاجه. اللعيب ده كان مستقبل النادي الاهلي، ولكن الاهلي خلاص اجل الصفقه واعتقد هتبقى في نهايه لان الكود هيقفل بكره. هنشوف الايام الجايه هيحصل ايه. اذا الاجانب المؤيدين في قائمه النادي الاهلي الموسم الجديد: اشرف بن شرقي المغربي، سفيان بن جديده المغربي، منصف بكرار الجزائري، اشرف داري المغربي، رضا سليم المغربي. ولكن قبل ما اختم الفيديو، سؤال: ليه اللعيبه المغاربه بتيجي الاهلي تتصاب اصابات طويله المدى؟ اشرف داري ما استفدناش بحاجه. اشرف داري بقاله سنتين في الاهلي اهو، اصاباته اكتر ما بيلعب. رضا سليم في الاهلي كان بيتصاب كتير جدا جدا، راح الجيش الملكي ما شاء الله عليه مفيش. يوسف بالعمري جه في الانتقالات الشتويه الاهلي برضه كان بيتصاب كتير. اللعيبه المغاربه بالذات، لماذا؟ اللعيبه المغاربه